الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هو الإخوان ديالي الحضور الكريم، يعني سواء تعلق الأمر بأبناء العدالة والتنمية أو المتعاطفين معه أو إخوان الصحافة، سواء يعني المحايدون في حقنا والمعادون لنا، هما كلهم هنايا قدامي. كاين شي وحدين ما تيحشموش منهم طبعا. الا جبتي العريفه تهضر في السياسه لابد ما غتحشمش، هذيك غير عريفه، هذيك ما دخلاش في الموضوع. العريفات كخصهم يمشيو لشغالهم، ماشي يجيو للسياسه ويبداو يشتموا في السياسيين. بغيت نقول لكم انكم شتيوني شي شويه كنشوش على الاخوان. الحقيقه هي هذه. علاش؟ لان كان ديك الساعات فاش كنشوش عليهم تنقول لهم عافاكم الا ما تزيدوا تشرحوا للناس. انا غندير واحد الاعتراف قدامكم. هذا الاعتراف هو انه انا في الحقيقه هذه السياسه دخلت لها من 61 ملي مات محمد الخامس الله يرحمه. اول يعني تفاعلاتي السياسيه بواحد الطريقه ما نقدرش نقولها لكم لانها دراماتيكيه. ملي مات محمد الخامس يعني جاني للبال شي افكار يا لطيف، وكان ديك الساعات عمري 7 سنين، ومن ذاك الوقت وانا الا بغيتي تقول داخل في هذا الشيء ديال السياسه. في 63 في حرب الرمال، في 67 داك الشيء اللي وقع في الشرق، النكسه الى اخره الى اخره. الحق هذه السياسه سخفتني بكل صراحه، ولكن بزاف د الحوايج ما بديت تنفهمهم احسن حتى دخلت للبرلمان. وشي حوايج ما بديت تنفهمهم احسن حتى وليت رئيس الحكومه. وشي حوايج ما بديت تنفهمهم احسن الى الان. يلاه دابا تنفهموا مع هاد الاخوان هادو غتيقيلوا يشرحوا لي. وكنقول مع راسي الراجح انني غنبقى تنهضر على السياسه ماشي العلم. العلم راه العلم الله تعالى كيقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. السياسه دي العصريه يبدو في العالم كله غامضه، وفيها كلام وفيها كلمات واسماء وهذاك الشيء هذاك يعني من الصعب جدا باش المواطن العادي اللي مشغول مسكين مع الخدمه من الصباح حتى العشيه، واللي مشغول مع تقضى الوليدات ويديهم للمدرسه ويجيبهم وجون سي بلي ترو كوا والى اخره والى اخره والى اخره، الا ما كانش مشغول بحوايج اخرين يعني يستوعب شنو كاين. بون انا ما غاديش نتكلم على الغموض ديال الدوله، هو هكذا. الدوله العصريه هي دوله معقده، ولكن هذا الغموض يستغل في بعض الأحيان، حيت هذا الغموض هذا من الأمور اللي يعني الناس في المرحلة اللي كنت أنا فيها رئيس ديال الحكومة يعني استحسنوها، أنه كنت كنحاول نفسر بعض الأشياء. ولهذا ولاو حتى الدراري الصغار تيعرفوا شنو هي المقاصة وتيتكلموا عليها والتقاعد وإلى آخره، وهذاك يعني الاقتطاع ديال الاضراب وما نعرف شنو الى اخره. كنتذكر بعض الاشياء وما كنتذكرش البعض فيها. هذا الغموض هذا يعني يصبح يعني اشكال ديال الناس اللي عندهم القرار. بعد هذا الغموض راه ما كنشكيوش منه غير حنا، هذا الغموض راه كيشكي منه العالم كله، بالخصوص فرنسا اللي حنا خدينا عليها تقريبا كل شيء وباقيين كناخذوا عليها كل شيء. يعني هذا الغموض الى ما كيخص الانسان اللي كيكون كيسير الشأن العام وكيترأس الحكومه بالخصوص، لان تما فين كاين التفاصيل تيخصو يحاول يكون على اعلى قدر من النزاهه الممكنه، ما يدخل لا راسو لا الاقارب ديالو لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي انتبهت ليه القوانين وعملته. ولكن اول ما ألاحظه في هذه الحكومة
وهذا الشيء جديد. انا ما كنتذكرش في المغرب كان يثار هذا المشكل، مع ان السي عايز اخنوش ماشي هو رجل الاعمال الاول اللي ترأس الحكومه، كان السي دريس جدو، فهمتي ولا؟ في الوقت فاش كان رئيس ديال الحكومه ما عمر شي واحد جبد هذا الموضوع. كان السي كريم العمراني يعني من كبار رجال الاعمال. هذا الموضوع هذا ما عمره. دابا وصلنا لواحد لا فيرسيون اللي بكل صراحه السي دريس كيجبد النصوص القانونيه المتعلقه بالموضوع الكثيره والموجوده في عدد من القوانين. وانا كنقول حشومه هذا الشيء. انا غنبدا لكم الاخوان بواحد القضيه. هذه القضيه اللي سميتها الدعم، لان التضارب ديال المصالح راهو ما شرحوه الاخوان، غنحاول نرجع له، ولكن الطريقه ديالي نحاول ان اكبر عدد ممكن من المتابعين يفهموا بالضبط شنو واقع. هذه القضيه ديال الدعم الاخوان المفاد ديالها شنو هو؟ المفاد ديالها هو انه ملي تيكون شي واحد عنده شي مشروع كبير، ماشي مشروع صغير، مشروع كبير اللي غتكون عنده فائده كبيره على الدوله. بمعنى اخر انه ملي غادي يجي هذا السيد وغادي يستمر لنا في المغرب واحد المليار ديال الدرهم ولا مليار ونص ولا زايد ولا ناقص ولا الى اخره، وشي مرات كيكون حتى 100 مليون درهم والى اخره، تيجي تيقول لك انا نستمر عندكم، بالخصوص تيكونوا اجانب ولكن حتى الوطنيين، ولكن انا ما نستمر عندكم تديروا معايا واحد العدد ديال التسهيلات، بغيتيهم مارك مسعود ما بغيتيوش الله يهنيكم. كنضرب انا الحساب كدوله او كممثل ديال الدوله وكنقول له ودي الارض الحمد لله عندنا موجوده. انا ملي كنت رئيس ديال الحكومه كنت كنقول للاخوان اللي كيدبروا المناطق الصناعيه عطيو الارض للناس، عطيوهم. انا باغي ندير معمل ديال جافيل وما عنديش الفلوس باش نشري ب 400 متر بمليون الفرنك للمتر. هذا الشيء الثمن ديال الارض، هذا الشيء اللي كيدير. اسيدي اعطيني انا الارض وانا راه غنخدم لك 10 ديال الناس مثلا او 20 او 50 او 100. انت كتضرب الحساب كدوله كتقول انا هذا غادي يخدم لي 100 ديال الناس او لا 10 ولا 50 ولا 1000، هذا في صالحي. الارض هي جالسه، علاش غنتسنى انا حتى نبيعها؟ ما نبيعهاش نعطيها له هو يخدم بها، فهمتيني ولا؟ هذا الدعم هذا كاينه واحد اللجنه كيدوز فيها وكتقرر فيه. ملي كتجي كتقول لهم انا غادي نعمل، ولكن بشرط انكم تعطيوني الارض، نقصوا لي من الضرائب، تعملوا معايا. انا كدوله كنضرب الحساب كممثل ديال الدوله. انا هادشي داز ملي كنت رئيس ديال الحكومه، وواحد العدد ديال المرات عطينا الدعم للناس ما عرفهمش انا حتى شكون، والله ما كنعرف شي واحد فيهم. ماشي ما كنعرفهمش دابا، ما كنعرفهمش في ذاك الوقت وما عرفتهمش شكون هما، ولكن كنشوف وكاين اللي رفضنا له. كنشوف شنو هو لا بغينا نقولوا الفائده اللي غتستافدها الدوله، لان الدوله عندها فوائد خاصه، ماشي هي المشكل حتى هي تربح الفلوس. المشكل حتى هي تحل المشكل ديال الشغل، المشكله ديالها هي تحسنوا الضرائب، المشكله ديالها هي تكون عندها تنافسيه عاليه. مثلا تيجي شي واحد تيقول لك انا اعطيوني 10 الهكتار ندير لكم فندق كبير. انا مشيت للسنغال، اللي مشيت استقبلونا في واحد الفندق فيه المكان ديال الاقامه والمكان ديال الاجتماعات والمكان ديال كل شيء في نفس المنطقه. ملي جيت قلتها لسيدنا، قلت له نعم سيدي حنا راه ما عندناش، يعني قال لي السيد الكيران راه وحده دابا راه هي كتصاوب هنايا في النواحي ديال الرباط فندق فيه كل شيء. لان علاش كيجيوك رؤساء الدول، كيجيوك رؤساء الحكومات، كيجيوك الممثلين ديال الدول، فهمتيني ولا لا؟ فعوط ما ديرهم في فنادق في جهه والمكان ديال الاجتماع في جهه والى اخره، وتبقى تكون عندك مشاكل امنيه الى اخره. هذاك الفندق كيعطي للدوله قيمه، هذاك الفندق من هذاك النوع. كنقول انا سيدي 50 هكتار ثمنها مليار ديال الدرهم، ولكن انا غنعطيها لهذا السيد هذا، هذا المليار ديال الدرهم غنعطيها لهذا السيد هذا، لانه هو غادي
يوجد لي واحد الاطار اللي غادي يسمح لي باش نعقد مؤتمرات دوليه والمكانه ديال الدوله كتكبر. اذا كل ما الدوله كدير حسابها، الدوله هي عندها الحساب. دابا شنو وقع في هذه القضيه هذه؟ وقع واحد الحاجه، يسمح لي السي دريس والسي بوانو حيت هما حاضرين القوانين فوق القوانين. كاين المنطق، هذا ماشي شخص جا لعنا قال لنا انا بغيتو نحلي لكم المياه ديال البحر بسم الله، ولكن غتعطيوني 200 مليار ديال السنتيم. لو كان جا وقال لنا هذا الشيء وقبلنا معاه لانه القانون كيسمح ماشي مشكل، لا جا قال لنا انا غادي نشارك في اش كتسميو هذيك، نشارك في لابيل دوفر، لابيل دوفر بعرفش بالعربي، طلب العروض. طلب العروض شنو معنى طلب العروض؟ كنقول انا محتاج 100 كيلو ديال البطيخ في الشهر، بشحال غادي تجيبوا لي؟ شكون اللي بغى يجيب لي 100 كيلو ديال البطيخ يعطيني الثمن؟ واحد تيقول غنجيبوا لك ب 10 دراهم، واحد تيقول ب 8 دراهم، واحد تيقول ب 6 دراهم، واحد تيقول ب 5 دراهم. تنقول لهذاك مول 5 ديال الدراهم ماشي ضروري، ولكن كنختار واحد لو ميو ديزون تيقولوا اللي كيعطي احسن مقترح، لا من حيث الجوده ولا من حيث. كنقول له انت اللي غادي تجيب لي هذا البطيخ. شحال 6 دراهم. مزيان، تيمشي قبل ما يجيب داك البطيخ وياخذ 6 دراهم من الكيلو، تيقول لك شوف انا غندوزها في اللجنه ديال الدعم، وملي غندوزها في اللجنه ديال الدعم غتعطيني 2 ديال الدراهم في الكيلو من الدعم. ايوا كيفاش؟ وهاد القضيه هذه لو كان درناها مع الناس كاملين وقلنا لهم شوفوا راه الا خديتوا غادي يدخلوها في الحساب، وفي عوض هذاك اللي قال 8 دراهم وانت قلتي 6 دراهم غادي يقول غير 6 دراهم، وهذاك اللي قال 7 دراهم غادي يقول غير 5 دراهم، هو اللي غادي يديها. لا، هذا الشيء اللي دار هذا السيد مشى حتى برد الصفقه وخداها، وحيت هو رئيس الحكومه جاب عاوتاني الصفقه للدعم وحكم على راسو بلاغ رسمي باللي غادي ياخذ من عند الدوله واحد 217 ولا 18 مليار ديال السنتيم، 2 مليار فاصله 17 ديال الدرهم. وجا تيقول واش كتعرفوا هذا الشيء بشحال غيكلف؟ غيكلف 650 مليار. ما غيكلفش 650 مليار، غيتكلف ما كاملاش 430 مليار. كاسكو سيك سا؟ واش تتقول الوالده ديالي واش ندب لحتى يجي عزوز؟ ندب ونتسنى يجي عزوز؟ لا، خصني ندب دابا وندب اللي يجي عزوز وندب اللي يمشي عزوز ونبقى ندب حتى طيح هاد الحكومه، حيت هاد الشيء ماشي معقول. واش بعدا فهمتوني انا ولا لا؟ راه الا ما فهمتونيش بقى خاصكم غير شي دابا واضحه القضيه ياك. طيب ونديب ايوا وجدوا ريوسكم. لا، دابا هذه القضيه هذه زعما صعيبه بزاف، ولكن اللي صعب منها انه خرجها في البلاغ، هو الاول خرجها في البلاغ وقال باللي غنعطيه 100. دابا هو الرئيس ديال الحكومه، هو الرئيس ديال اللجنه، هو الرئيس ديال الشركه اللي هي داخله في هذا المشروع اللي غتاخذوا مع شركه اخرى. كاسك صافي دير بحال شي واحد دابا تيقول لك، فهمتيني ولا لا؟ تتقول له بشحال تجيب لي البيض من الخارج، تيقول لك بكذا وكذا، كتقول له ولكن انا اللي نحدد لك الثمن. اذا في نفس الوقت يعني حتى تجيب غادي نحدد لك الثمن، هذا يعني غير معقول. ملي كيقول هذا الكلام هذا جا تيقول للناس غادي نستثمر 650 مليار، وراه هذاك ماشي سهل، ولكن وتيقول لينا ما تكذبوش على المغاربه، وهو تيكذب. وكتعرفوا واحد القضيه، الكذب حرام على الخلق كلهم دائما، ولكن في المسؤوليات ديال الكذب والمستوى ديال الكذب كاينه واحد الصعوبه كبيره جدا. ملي كتولي رئيس ديال مؤسسه صغيره ديال 10 الناس وتكذب عليهم ويعيقوا بك،
شنو غيبقاو ها انت رئيس ديالهم، القوه ولا السلطه ولا الدوله ولا ما نعرف شنو ولا الكفاءه ديالك حامياك، ولكن كيفاش هما غينظروا لك؟ فكيفاش الا كنتي مسؤول ديال الاداره، فكيفاش الا كنتي يعني وزير، فكيفاش الا كنتي رئيس حكومه؟ انا زعما تنستغرب لهذا السيد هذا كيفاش غيرجع للبرلمان مره اخرى ويتواجه مع الناس. كتقول غادي نستثمروا 650 مليار، وملي جيتي للبرلمان كتقول ما عطيناش الدعم، وهي مكتوبه نواغ سيغ بلون في بلاغ ديال اللجنه الوطنيه للاستثمار، ياك هكذا سميتها اللجنه الوطنيه للاستثمار، التي يترأسها رئيس الحكومه. من بعد ما كتكون واحد اللجنه قبل منها، ياك السي دريس، واحد اللجنه قبل منها سميتها اللجنه التقنيه، كتكون درسات داك الشيء باش داك الشيء اللي ماشي معقول كتحيدو وكتجيب لك يعني المشاريع اللي كتظن انها كتستحق، وديك الساعات انت كتحمل مسؤوليتك. علاش الناس يقولوا رئيس الحكومه مؤسسه ماشي غير مسؤول؟ لانه الدنيا والحكم كيتبنى بالدرجه الاولى على الثقه، بحال اللي قال كونفوشيوس، قلتها لكم 70,000 مره، فهمتيني ولا؟ قالوا له شنو خصنا باش نديروا الدوله؟ قال لهم خص الرجال والاموال والثقه. قالوا الا كان ضروري نتخلاو على واحده فيهم، قال له نتخلاو على الاموال. قالوا الا كان ضروري نتخلاو على الثانيه، بقى تيفكر، قال لهم نتخلاو على الرجال، الثقه ما نقدروش نتخلاو عليها. يمكن يمشيو الاموال يمشيو الرجال، والثقه تعاود تبني بها الدوله. المولى ادريس رحمه الله هرب من الشرق، ما عنده لا اموال ولا رجال، وجا دخل المغرب وبنى دوله، وها هي باقيه عايشه الى اليوم. الثقه هي كل شيء. فانا كنتسائل هذا السيد هذا باش من وجه غادي يعاود يتلاقى يعني غادي يعاود يتلاقى يعني. اما القضيه ديال الضريبه على الشركات راه شرحها لكم السي دريس. والله الا زعما والله الا حشمت في بلاصتو، اقسم لكم بالله. السيد رئيس الحكومه، حنا حزب في شكل، ماشي حزب عادي. نقولها لكم بصراحه، حنا حزب المرجعيه ديالنا ماشي هي نطيحوك ونجيو في بلاصتك. حنا كنا تما قبل منك وكنتي خدام معانا، تنقولها لك بلا افتخار، وحنا اللي حرصنا باش تكون معانا. ظنينا فيك الخير، وحنا ماشي كنا غالطين ملي ظنينا فيك الخير، ولكن دابا راك ما بقيتيش عارف اش تدير، راك تتخربق وتدير اشياء باسله ومعيقه وحامضه. اللي قال الاخ سميتو، حنا ملي جيتي انا اللي قلت للاخوان ما تتبعوش واحد، ما عرفتش غنسمي هذيك خويتنا عاوتاني حتى هي نضت كتقول يلا عينوا الملك بشهرين، قالت له يرحل. او انت كي درنا لهذا الرئيس ديال الحكومه شهرين ونقولوا له يرحل، وحنايا كان عندنا مبرر باش ندخلوا حتى حنا في ديك الحمله، لانه حنا طايحين مهرسين نقولوا يرحل والسلام، تخرج فين ما بغات تخرج. قلنا لا، ما نقولوش ارحل، نقولوا له بقى ونتمناو له النجاح. هذه هي الاخلاق ديالنا، وحنا ما كنكذبوش على الناس، ما تنكذبوش على الناس وما تنكذبوش على الله، وتنحاولوا ما استطعنا ان نكون صادقين. قلنا خليه نشوفوا يعني كيفاش غادي يتصرف ويدير الخير يعني في البلاد. ولكن ما دوزتي واحد شويه حتى نون سولمون بديتي كدير كوارث، وبديتي كتحاول تمسح فينا حنا، انت اللي كنتي معانا والشريك ديالنا، وعندك الوزارات الاساسيه، لا ديال الماليه لا ديال الصناعه والتجاره لا ديال الى اخره، ديال الفلاحه ما نهضروش عليها، فهمتيني ولا لا؟ هذيك على ما ربي ما هي ردها للسي احمد الحاج رحمه الله، وكانه ورثها عن ابيه، فهمتيني ولا لا؟ رحمه الله، لانه السمعه ديالو الحقيقه هي هذه، السمعه ديالو باقيه الى حد الان، سمعه رفيعه. ما عندنا ما نقولوا على السي احمد الحاج رحمه الله رحمه الله رحمه الله، ولكن انت دابا ما راكش غادي على الطريق ديال السي احمد الحاج. ياك انت كتقول اغرس ودير اغرس، عندك يسحب لك باللي السواسه غادي يبقاو دايرينك فوق ريوسهم غير حيت انت سوسي. لا،
راه السواسه يديروك فوق راسهم حيت انت سوسي، ولكن راه الا شافوا شي واحد اخر احسن منك واقوى منك وافضل منك واكثر نزاهه، راه هو اللي غادي يتبناو، ما يتبناوكش انت، ما عندهم غرض هما. لان السواسه هما بحال الناس كاملين كيعرفوا مصلحتهم اولا وقبل كل شيء، وهما اكثر من الاخرين. تكونوا زعما واضحين وصريحين. ملي جيتي بديتي كتصرف يعني باش تدور كل شيء لجهتك، وكان من المفروض حتى كاع لا قدر الله الا كنتي بديتي كتصرف كرجل اعمال، حيت رجال الاعمال يسمحوا لي السي دريس كان واضحا معكم، قال لكم رجال الاعمال حنا جينا للدفاع عن مصالحهم، وهذا صحيح في هذا النهار بالخصوص، ولكن باستمرار. علاش؟ حيت كنعتبروا باللي رجال الاعمال هما العنصر الاساسي في الاقتصاد، وخصهم هما يخدموا في البلاد ويكونوا ناشطين ويكونوا على خاطرهم باش كيتيقوا وكيستثمروا وكيستافدوا المواطنين جميعا. الى ما كيخصكم تعرفوا باللي في ايران ملي جات الثوره رجال الاعمال هربوا من ايران، ملي بداو تيشوفوا التصرفات ديال الحكام. ناضت ايران صفطت لهم في الخارج، صفطت لهم كتقول لهم رجعوا للبلاد اللي بغيتيوها نديروها، ورجعوا للبلاد وعطاوهم بزاف ديال التسهيلات، وعطاوهم بزاف ديال الحريات اللي ما كانش عندهم من قبل. ايران واخا كتقول كدابز مع شي بنت في الزنقه حيتاش ما دايراش الحجاب، دابا ما بقاش داك الشيء، ولكن راه كانوا كيسمحوا للناس اللي عندهم الامكانيات باش يديروا السهرات في مناطق خاصه يديروا اللي بغا. الله يرحم عليها السي الوفا، راه كان سافر تما وعارف اش تيقولوا، كان تيقول لي طهران باي نايت، فهمتي، ولا حكايه كانت تمايا. لان رجال الاعمال يعني ما يمكنلكش تبدل لهم الحياه ديالهم، هما هكذا خلقهم الله، عندهم الفلوس كيبغيو يتمتعوا بالفلوس ديالهم بطريقه قد تناسبك وقد لا تناسبك. ولهذا توجهنا الاسلامي نحن عدم التدخل في الشؤون الخاصه ديال الناس، ماشي شغلك انت، ولكن تنبغيو رجال. حنا شنو وقع لنا الاخوان؟ انا ما غنهضرش معكم على دابا، غنهضر معكم على 2011 ملي كان المغرب مشتعل. استقبلوني واحد العدد ديال رجال الاعمال وداروا لي لقاءات مع رجال الاعمال بحالهم في المغرب، ماشي بزاف، 30 40 ديال الناس اللي تيكونوا في دار اخره، وملي كيمشيو تيديروا العشاء الى اخره. اشنو كانوا كيقولوا لي؟ قالوا لي السي عبد الاله ديك الساعه انا ما لا رئيس حكومه لا والو، قالوا لي انا اش كنقول لهم؟ كنقول لهم تعطيو شويه من الارباح ديالكم اكثر ويبقى البلاد مستقر، احسن ما تقبطوا كل شيء ويضيع البلاد. هادشي كنت كنقولوا قبل 2011. هما كانوا كيقولوا لي السي عبد الاله حنا ما عندناش مشكل نعطيو للدوله داك الشيء اللي كتستحق ولا فرضات علينا ضرائب الى اخره الى اخره، ولكن المشكل اللي عندنا هو انه المنافسه غير محترمه. علاش فلان تعطاتو ارض باش يدير مجمع سكني؟ علاش؟ ديك الارض ديرها الدوله في صفقه، واللي قال احسن هو اللي يديها، الا ماشي بالفلوس يقول لنا شحال من دار غيبني، شحال باش غادي يبيع، شحال الى اخره. لا، الدوله كتجي كتقول فلان انت خذ هذه الارض، انت نقصوا لك من الضرائب، انت قال لك حنايا دابا هما رجال اعمال مهمين، قال لك حنا كرجال اعمال دابا خصنا الا بغينا نبنيو هذيك العمارات بحال هذاك السيد نشريو هذيك الارض، وهذيك الارض الا كنا غنشريوها او لا كيبيعوها لبعض الناس باثمنه يعني تيسموهم دي بري بريفيرونسيال، يعني اثمنه تفضيليه. كيقولوا اجي انت هذه الارض هذه كتسوى 5000 درهم، انا غنبيعها لك غير ب 800 درهم، ولكن بشرط انك. قال لك هذا الشيء علاش لماذا يعينون زيد او عمر؟ يجيو يقولوها لنا. دابا حنايا ما بقيناش في دوله تعين من سيستفيد، لا، اصبحنا في دوله رئيس الحكومه يدخل فيها مع يعني المستثمرين، يعني في تنافس غير منطقي وغير قانوني وغير شريف، لانه هو اللي كيتخذ القرار. وشوفوا كيفاش دار لهذه البيعه والشريه، مشى قلب على شركه اللي غيتشارك معاها، دار المنافسه، دا
بدا الصفقه، فهمتيني ولا لا؟ قبل من داك الشيء مرتب انه غادي يهبط ضريبه على الشركات اللي فيها اكثر من مليار ديال الدرهم ونص ديال الاستثمار، غادي يهبطها من 35 ل 20. هذه ديك الساعات حنا ما فهمنا. كنقول لكم راه حنا لحد الان ما كنفهموش كل شيء، لانه عفاريت كيصوبوا داك الشيء، وخصوصا بالفرنسيه، فهمتيني ولا لا؟ وثم بعد ذلك جابها للدعم. وملي تورقات القضيه اللي تيقولوه الفاس، هما اللي تيقولوا هذه الكلمه، ما عرفتش حتى هي في الرباط كاين ولا ما كايناش. ملي القضيه ولات مفضوحه، قال لك جا للبرلمان قال وسيدي حنا قابلين. قلت يا سيدي ما كاينش الدعم، وخرج لنا قرار، لان ذاك القرار ديال اللجنه الوطنيه للاستثمار لا يزال ملزما، اليس كذلك استاذ؟ فتيخص يخرج قرار عاجلا، فهمتيني ولا لا؟ يقول اللي هذه القضيه ديال الدعم ما كاينش، ما يمكن لهاش تكون بكل صراحه. ولعله الذي لا يزال يراقب هذه الامور ديال الدوله، فهمتيني ولا لا؟ انتبه باللي هذا الشيء اللي كيدير هذا السيد بالغ. وهذا الشيء الاخوان اللي قلت لكم ديال المبالغه، حيت كاين واحد المشكل. يمكن لك تجي دابا وتغلب العداله والتنميه، وتدوز للتكست اللي بغيتي، وتطبق اللي بغيتي، وتاخذ 2 ديال المليار ديال الدرهم و17 المليار فاصله 17 و17 مليار ديال السنتيم ولا 18، فهمتي ولا؟ ودير اللي قال لك راسك. ولكن شنو معنى هذا الشيء؟ كاين 2 الحوايج غاديين يوقعوا. الاولى، الناس ما غيبقاوش يثيقوا في المؤسسات، وهذا خطر على الدوله. ما غيبقاوش يثيقوا في الحكومه، ما غيبقاوش يثيقوا في البرلمان، ما غيبقاوش يثيقوا في الاحزاب السياسيه، ولا قدر الله ما غيبقاوش يثيقوا في الدوله كلها. وهذا هو الذي اخرج الناس في 20 فبراير. وراه السي اخنوش اليوم انت لا تضمن شيئا، انت ما تضمنش حتى الفطور ديالك ديال غدا في الصباح. السياسه كتدور وكتجيب مفاجآت. 20 فبراير ما كناش كننتظروها، ما كناش كنتخيلوا. انا جا عندي السي المرزوقي اللي كان الرئيس ديال تونس، جا عندي قبل ما يكون الرئيس ديال تونس، جا عندي واحد النهار تغدى عندي هو والسي عبد العالي حميد الدين. تغدينا واحد الطبيصل ديال الكسكسو، وقال لي السي عبد الاله راه كننتظر ان الشعوب سوف يعني تثور مره واحده، لانه هو كان دايز عليه الويل الالوان ديك الساعات كمواطن. الدوله كيحكمها بن علي، وبن علي كان تابعه، يعني كيسلط عليه الرعاع وتكرسوا عليه ويسبوه ويشتموه ويضربوه بعض المرات، فهمتيني ولا؟ وهو كان صابر. قال لي انا كننتظر. علاش؟ لان بن علي والمراه ديالو وعائلتها وجون سي بلي ترو كوا، فين ما شافوا الفلوس تيمشيو لهم. ضجر رجال الاعمال وضجر المجتمع، فهذا تهديد للدوله، وحنا الدوله ديالنا ما تنبغيوهاش تكون مهدده. ولكن شنو جهدنا نديرو؟ ولهذا ملي قلت للسي اخنوش حنا راه ماشي بحال الاحزاب الاخرى، حنا راه ماشي بحال الاحزاب الاخرى، حنا دابا ماشي بحال هذاك اللي تيقول لك اللي بغى يوقع يوقع. لا، حنا كنضربوا ونقيسوا، وتنقولوا خصنا نحافظوا على الاطار ديالنا، وخصنا نحافظوا على الدوله ديالنا، وخصنا نحافظوا على الملكيه ديالنا، ولا نحب ان يشار اليها بالاصابع. ولهذا كاين واحد العدد ديال الناس اللي كينتقدوا السياسه ديال البلاد، وانا ماشي ما متفقش معهم. يمكن نكون متفق معهم في بعض الاشياء، ولكن شي بعض المرات كيبداو يتجاوزوا الحدود وكيبداو يتجاوزوا الخطوط الحمراء، وتيخصني نسول شي واحد فيهم يقول لي غير شنو تيقترح علينا بالسلامه والعافيه. حيت حنا من الناس اللي كيدافعوا على الملكيه، وتنعتقدوا باللي الاستقرار ديال المغرب، الكينونه ديال المغرب، الوجود ديالو كدوله لها هذا الاشعاع في العالم، مرتبط اساسا بامرين: الدين الاسلامي والملكيه. وهذا الكلام ماشي انا اللي قلته، هذا قالوا لي واحد من الزعماء ديال اليسار اللي ما معروفش عليه واش متدين ولا ماشي متدين. على كل حال ذاك الساعات فاش كان كيقولها لي ما كانش متدين، ولكن قال لي هذا الشيء هذا. الملكيه هي واحد الشيء اساسي، وهذا الشيء هذا راه يسيء لانه الا ولاو الناس كيشوفوا رئيس ديال الحكومه كيتصرف بهذه الطريقه هذه، فهمتيني ولا لا؟
وتيبقى وتيدير هذا الشيء اللي بغا وتياخذ وتيطلع على الناس الثمن ديال المازوت، فهمتيني ولا، لدرجه انه مجلس الناس يحكم عليه ب9 المليار ديال الدرهم، واخا في الاخر خلص غير مليار و800. تيشوفوا تيكذب، وتيشوفوا عاوتاني غادي ياخذ 217 ولا 18 المليار ديال السنتيم، فهمتيني ولا، بطرق ملتويه وغير قانونيه. يعني الناس غادي. وكاينه واحد القضيه اخرى السي عزيز، انت اعطيتي للناس 45 مليار ديال الدرهم، عطيتيها للموظفين مزيان، ولكن ما كاينش في المغرب غير الموظفين. ملي كدير هذا الشيء يفر المستثمر المغربي. انا نقول لكم داك الشيء اللي تيقولوا لي الناس، يفر المستثمر المغربي ويفر المستثمر الاجنبي. طبعا كيبقى بعض المستثمرين اللي عندهم دول كبيره كتحميهم، هذوك المستثمرين تيبقاو تيجيو وتيستثمروا وتيكونوا تيخافوا منهم، يعني هادو، فهمتيني ولا لا. ولكن شتان بين ان يكون هنالك جو من الامن بالنسبه للجميع، وبين ان يكون هنالك جو من الخوف لا يامنه الا من عنده حمايه امريكيه او فرنسيه أو ربما إنجليزية أو ألمانية أو إسبانية. والآخرين راه العالم اليوم مليء بالمستثمرين اللي كيعجبهم المغرب. أنا ملي كنت الإخوان رئيس ديال الحكومة، فين ما كنا في شي مؤتمر واقترحنا باش حنا نستضيفوا المؤتمر اللي جاي وسمعوا المغرب كلشي تيفرح. دوك الناس اللي كيجيو للمؤتمر غير كيسمعوا المغرب كيفرحوا طبيعيا. فبلادنا جميلة الحمد لله ومزيانة وكريمة وفيها الخير كله، ولكن في نفس الوقت ما تهربوش الناس أرجوكم، راه هذا الشيء اللي كديروه راه ماشي معقول. ولهذا أنا بكل صراحة بكل صدق هذه المرة هذه ما تيبانليش باللي من الممكن السي عزيز أخنوش يستمر في المهمة ديالو. لا كان الأحرار بغا يبقى، فهمتيني ولا لا، سيدنا يجيبوا شخص آخر من الأحرار، هذا كيهمه، فهمتيني ولا لا. ولكن هذا السيد رئيس الحكومة كيدير مشاكل وما كيعرفش حتى يديرهم، وتيحصل وتيتورق. كنت كنعرفها بالشلحه كون قلتها حتى هي. حنا دابا الاخوان قلنا لكم حنايا ماشي حزب سياسي عادي. دابا اليوم الدور ديالنا مهما كان الثمن، مهما كلف الثمن، وهو هذه الحكومة نقف في وجهها. ما يقول لنا حتى واحد حتى شي حاجة، ما يفتي علينا حتى شي واحد حتى شي ري، يخوفنا حتى شي واحد من حتى شي حاجة، ما يقول لنا حتى شي واحد انتوما هذا الشيء اللي كديروه كذا الى اخره، كتشوهوا السمعة ديال المغرب الى اخره. انتوما اللي كتشوهوا السمعة ديال المغرب، انتوما اللي كتكذبوا، انتم اللي كديروا امور لا يمكن ان توصف الا بانها سرقه اموال الشعب. السي عزيز لا ينغادي بهذه الفلوس، جمع. واش ما قريتيش القصه ديال قارون في القران الكريم؟ هذاك السي الله يرحمه كيعاود على شي قيد كان عندهم، الفهمه عنده على قد الحال. وكتعرفوا فسوس كيتجمعوا الناس، ولا كان شي فقيه كيدير شي كلمه ولا شي حاجه، فهمتيني ولا لا. وهذاك الفقيه كيدير الكلمه على قارون، وهذاك القيد قال هذاك الفقيه قال له نعم الفقيه، هذا سيدنا قارون شكون هو؟ هذاك الاخر ملي قال له سيدنا قارون فهم باللي القيد فهم باللي قارون رجل مزيان وحل. كيفاش غيدير؟ عندهم تما في هذيك القرى ديالهم تيكون شي واحد كيتسمى الفاهم، كيفهم وهو هذاك فهم المشكل. قال له سعادة القيد، هاد سيدنا قارون بحاله بحال سيدنا فرعون وبحال سيدنا هامان، زيد الفقيه زيد. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ وتتمشيو لديوركم وشوفوها عاوتاني وحاولوا تفهموا هذيك الساعات. فلهذا انا كنقول للاخوان يعني كاينه مصيبه اكثر من هذا الشيء
قالها السي ادريس. حقيقه انا السي ادريس ظهر لي المره الجايه بدات تتكلم بالفرنسيه، تتكلم بالعربيه وتتكلم بالفرنسيه. المصائب الفرنسويه. فدابا لا هذا الشيء فهذه القضيه ديال يعني هذه القضيه ديال منصوص في القانون سون ريكور à la subvention de l'État، منصوص عليه أن هذا النوع من الصفقات لا يمكن أن يخضع للدعم، ولكنه خضع للدعم مع الأسف الشديد. ولولا أن قدر الله والحمد لله هذه القضية الإخوان ديالنا في بلادنا، فهمتيني ولا لا، يعني شيء عجيب جدا، وهو أنه واخا كتكون يعني شي حكومة ولا شي إدارة ولا كتبالغ كاين اللي كيجبد الودني، كاين اللي انا ما بغيتش نقول الدوله العميقه وما بغيتش نقول بحال السره من الدوله العميقه يعني النعمه، وهذا الكلام ما بغيتش نقوله انا مثلا. انا الدوله العميقه ما كنفهمهاش. المهم كنعرف باللي كاين اللي كيجبد الودنين وتيقول لك رد البال، راه هذا الشيء اللي كدير يعني ربي لا لوردر. يعني تيقول بقات واحد القضيه جات المناسبه باش نقولها، هي كبيره بزاف في مصيبه، وهو انها عندنا واحد السيد معروف على المستوى الوطني. بالمناسبه انا راه لحد الان انا ما كنعرفش الوزراء كلهم، طبعا هذوك صحابي القدام اللي كانوا معايا بطبيعه الحال، فهمتيني ولا لا، انا عاقل عليهم، ولكن شي وحدين باقي ما عرفتهمش. وهذا بعدا ماشي طبيعي. شوفوا بعدا واحد القضيه في فرنسا، فهمتيني ولا لا، راه ما كيولي شي واحد وزير الا وتيكون معروف شحال هو تيهضر وتيتكلم وتيقول الراي ديالو وتيتم على هذه المسؤوليه وتينجح فيها وكذا الى اخره، فهمتي ولا. دابا تيجيبوا لك للحكومه شي اشخاص غير معروف. واحد الشخص معروف في المغرب ومعروف بالخصوص بالنزاهه ديالو والاستقامه ديالو والكفاءه ديالو، وكان في القطاع الخاص، واختاروا سيدنا. وانا نقول لكم انا اتصلت به ملي كنت كنكون الحكومه، وجا لعندي وتذكرنا، ما تنتذكرش واش اقترحت عليه ولا ما اقترحتش عليه يولي وزير، ما كنعقلش، ما نعرفش حد اقترحنا عليه سدريس ولا لا، فهمتيني ولا لا. ولكن بقات عندي معاه احسن العلاقات الى الان. وهو ماشي من الشكل ديالي، هو فرونكوفوني كيتكلم غير بالفرنسيه، ولكن انسان نزيه. انا موفو كيهمني الانسان اللي غيتحمل المسؤوليه معايا يكون نزيه، واش متدين ولا ماشي متدين هذيك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهاد السيد هذا اختاروا سيدنا باش يترأس الهيئه الوطنيه للنزاهه والشفافيه، هكذا كتسمى الهيئه الوطنيه للشفافيه للنزاهه والوقايه من الرشوه ومحاربتها. والوقايه من الرشوه ومحاربتها. هذا السيد هذا جا، احنا كنشوفوا غير من اتساع، ما قال هذاك ما هو جاري مقرب لدواري، ما عندنا حنا وياه حتى شي علاقه. كنشوفوه من اتساع تيخدم، بان لنا تيخدم بطريقه يعني نقيه وكذا الى اخره. خرج تقرير شنو كان الموضوع ديالو، التقرير السنوي، تكلم فيه على الفساد. ناض ليه وزير، بطبيعه الحال هذاك الوزير ما يكونش ناض راسو، راه هذاك رئيس الحكومه اللي قال له، تيطعن فيه. اذا شنو؟ تيتهم بعدا السي الشامي بانه يساري، لا، وهذاك السي الشامي انا تنعرفو شخصيا، وهو قريب ديالي في الاسره ديالي، هو من انزه الناس حسب الذي رايت واعلم. هذه مده وانا كنعرفو، مشى دابا اللي كان في ايبام وكان كيربح الفلوس بلا حساب وسمح بداك الشيء كله وجا الشان العام. ودابا هذا ناضوا ليه كيطيحوا به. هذا المؤسسات الدستوريه اللي مخرجها سيدنا في الدستور، مخرجها من النفوذ ديال الحكومه. لاش دارها؟ دارها باش الحكومه لا تطغى، لان الحمد لله راه لو كانت البلاد ديالنا فيها جمهوريه لا قدر الله، وكان الرئيس ديال الجمهوريه بحال اللي وقع للاسد يعني هو اللي مورا هذا الشيء كامل، كون راه البلاد مشات. باش تكونوا واعيين، سيدنا ملك ولكن الملك راه تيعيش في دارو. واش الملك هو الله؟ واش يعلم كل شيء؟ ما تغلطوش، راه الملك انسان
كاين حوايج كيعرفهم، كاين بزاف د الحوايج ما كيعرفهمش، ولكن كيعمل مؤسسات، منها هذه ديال النزاهه والشفافيه، منها هذه ديال الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصادي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، منها هذه ديال المندوبيه الساميه. غنعترف بواحد الحاجه، هذيك القضيه ديال النيابه العامه ما تبقاش تابعه للحكومه. الدافع لها اللي خلاني انا نقبل، لانه السي الرميد هو صاحب الفكره، وانا هو كان متردد وانا كنت متردد، الحقيقه هي هذه، ولكن في الاخر هو وافق وانا وافقت، وانه خفنا لا يمشي يجي شي صقع يترأس الحكومه. ديك الساعات كنشوف النوامر اللي قدامي، ها شباط بسم الله الرحمن الرحيم، ها الشقر العياذ بالله، ها هذا النوع ديال الناس كنقول هذا الا جا ولا رئيس ديال الحكومه، او لا ولا وزير ديال العدل، عفوا ولا وزير ديال العدل، اش غيدير للخصوم ديالو؟ فقلنا حنا كتعرفوا واحد القضيه عند المغاربه، تعرفوها ولا ما كتعرفوهاش؟ كل حاجه كيخافوا عليها كيهربوها للمالك، لان الثقه في سيدنا هي الاكبر، نقولوا صراحه، لا يوازيها لا ثقه لا في الاحزاب السياسيه ولا في الاحزاب السياسيه المجتمعه ولا في اي شيء. سيدنا هو المرجع الاول. وانا هذا الشيء تنقول لكم كرئيس ديال الحكومه، حيت واحد النهار شهدت على واحد اللحظه صعيبه وحضر فيها كل شيء الهيئات ديال الدوله، والكلام اللي سمعته هو هذا، وهذا الشيء اللي كاين بعيني كتشوفوا بعينيكم. ف يعني هذا السيد هذا خرجوا تيطعنوا فيه، نون سوليمون تيطعنوا فيه. اليوم السي عبد الله باها تيخبرنا، السي الله يرحمه مسكين، والله يجعلك طويل العمر عليه، في طاعه الله، في طاعه الله، هو راه في طاعه الله، فهمتينا ولا؟ يعني السي عبد الله بوانو تيخبرنا انهم صفطوا له مراجعه ضريبيه من بعد ما هو صفى العلاقه ديالو مع ديك الشركه نهائيا. وانا غنقول لكم هذا عيب، ما يمكنش الدوله تبدا تستعمل المراجعه الضريبيه للانتقام السياسي، وهذا الشيء راه ما وقعش غير هذه المره، هذه راه وقع اكثر من مره، وكاين الناس اللي خلصوا الفلوس صحاح، لانهم قالوا مثلا ان حنا الراي ديالنا يبقى عبد الاله بن كيران رئيس ديال الحكومه، مشات المراقبه الضريبيه. هذا الذي بلغنا والله اعلم. فانا تنقول للسي عزيز، يا غتلعن الشيطان، يا قدم استقالتك يا اخي، قدم استقالتك وسير في حالك، ماشي عيب، ماشي انت الاول اللي قدمتي استقالتك. مؤخرا يعني يعني ناس مسؤوليات اكبر من هذا الشيء قدموا استقالتهم. قدم استقالتك وسير، وخلي عاوتاني هذا المغرب هذا عاوتاني يتنفس واحد العامين. على كل حال غنقول لك واحد القضيه، العداله والتنميه ماشي ما خايفش، خايف طبعا حتى حنا كنخافوا، حنا راه غير بشر، ولكن واخا كنخافوا راه كنغالبوا الخوف ديالنا. حتى كاع الا سكتنا على شي حاجه راه كنقولوا حوايج اخرين. والعداله والتنميه ما طامعش، وشتي الا كنتي دبرتي من دابا وانت كتدبر حتى الانتخابات المقبله وبغيتي تجي فيها انت الاول بهاد الدبشخي، حنا راه معاك هنايا، ما نفكيش. هادشي اللي قالوا المغاربه، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله.